هزة أرضية قبل قليل بمدينة مغربية، لن تصدقوا ما وقع. الأرض تتمايل وتهتز من تحت أقدام ساكنة المواطنين المغاربة بهذه المدينة المغربية، وكيعيشوا دابا حالة من الهلع والخوف والفزع. إليكم هذه التفاصيل التي وردتنا قبل لحظات قليلة. ولكن أولا للتعريف بمعكم دائما أنا على قناتكم باليوتيوب أخبار عاجلة ماغوك، اشتركوا بها الآن لتتوصلوا دائما كل المستجدات الإخبارية المتعلقة بالمملكة المغربية الشريفة. سأكون سعيدة بذلك، فقط فعلوا زر الجرس. شكرا جزيلا لكم، والآن إلى التفاصيل. أيضا اللهم لا تقتلنا بغضبك ولا تهلكنا بعذابك وعافنا قبل ذلك. قل لن يصيبنا إلا ما كتب الله لنا، فلا تخافوا ولا تفزعوا يا مغاربة. أما عن تفاصيل ما وقع اليوم، عاشت ساكنة مدينة مغربية وبالضبط وادي زم بأقليم خريبكة مساء أمس الأربعاء حالة من الهلع والخوف بعد تسجيل هزة أرضية بقوة تقريبا 3 درجات على سلم ريشتر، وفق ما رصدته خدمة تتبع الزلازل لجوجل، التي بيّنت أيضا أن موقع الهزة حدد بالقرب من جماعة آيت عمار في إقليم خريبكة. أما عن توقيت أو وقت هذه الهزة فقد وقعت في تمام الساعة 4:09، وبحسب المواقع وقع أو رصد الزلزال فقد وقع مركز الهزة قرب منطقة المعادنة نواحي مدينة وادي الزم على بعد 17 كيلومترا من مدينة خريبكة. وأكيد المغاربة هناك شعروا بالفزع والخوف، ولكن كما كنقول لكم دائما، قل لن يصيبنا إلا ما كتب الله لنا، فلا تخافوا ولا تفزعوا يا مغاربة. وأكيد أن استمرار الهزات الأرضية بعد كل زلزال عنيف فهو أمر طبيعي وجاري به العمل. شكرا لكم متابعينا الكرام، دمتم في رعاية الله وحفظه، إلى اللقاء، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى